بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. إخواني أخواتي، السلام عليكم من جديد. إن شاء الله شيوة جديدة من شيوات جميلة عمزميز مع إن شاء الله التحضيرات الرمضانية. حبيت نشارك معكم الأفكار ديالي ونتمنى تعجبكم الطريقة والفكرة وديروها لوليداتكم في هذا الشهر الكريم. ندير معكم إن شاء الله اليوم المهلبية بطريقتي. الا بغيتو ديروها ان شاء الله في السحور تسحروا بها للتغيير مزيانه وزوينه والفكره سهله والطريقه نتمنى تعجبكم. يا بسم الله على بركه الله. عندنا نصف لتر الحليب، 2 قطع ديال السكر، عندكم سنيده كديروا 2 معالق كبار ديال السنيده، النشا 3 المعالق للتزيين. هذه فكره للتزيين، بغيتو ديروها عاديه ديروها. شويه ديال البيستاج وشويه ديال اللوز تنحمرهم وكنزينوا بهم، وعندي معلقه صغيره ديال الماء الزهر، قشره ديال الليمونه محكوكه، 4 القطع ديال الجبن الابيض، شويه ديال الزبيب اي العنب زوين صحي تيشد لكم في السحور. ندوز معكم الاخوان والاخوات. بسم الله على بركه الله. الطريقه ديال التحضير ديالها، عندي هاد 4 ديال الجبن مثلث، كنديروا شويه ديال الحليب باش نخلطوا هاد الجبن حتى كنحصلوا على الشكل الكريمي. راه كتجي زوينه، فاش نشريوها نحضروها في المنازل ديالنا، راه سهله. نتمنى تعجبكم الطريقه والفكره. نوعوا على الفلو يوميا، على الحليب بوحدو، مره يدير الواحد حويجات، وان شاء الله مازال نشارك معكم حويجات اخرين يعجبوكم وديروهم ان شاء الله في شهر رمضان الكريم. نحركو حتى كيتخلط لنا مزيان ونكمل معكم الجبن وداك شويه ديال الحليب حتى نحصلوا على هاد هكا. الا بقى لينا دوك الحويبات ديال الفرماج راه كيذوبوا مع الحليب. تنزيدوا شويه ديال الحليب وكنضيفوا ليه 3 المعالق ديال النشا اي مايزينا، ونحركوه. حتى هو اللي بغى يسرع راه تيدير الطراب الكهربائي، هو تيخلط لك دغيا هادشي كما تتعدي. واللي ما عندوش الطراب الكهربائي راه يدير هكا، يديروا بشي حاجه ديال البلاستيك وينعس داك الجبن مزيان. تزيد عليه شويه ديال الحليب ومايزينا، تنزيدو داك الحليب ديالنا. بسم الله. طربات لينا النشا تدغيا كتطرب، وحنا دايرينو على البوطه وتنخلطو. تنزيدو القشره ديال الليمونه محكوكه بحكاكه رقيقه ونحركوها. نضيف دابا دوك 2 قطع ديال السكر، ما كانوش تنديرو سنيده 2 معالق وتنديروه تيغلى لينا، هو تيغلى وحنا تنحركو. نديروه اخواني اخواتي على عافيه مهيله وكنخليوها نبقاو نحركو حتى كتطلع لينا الغليه. اخواني اخواتي المهلبيه ديالنا غلات، انا طفيت عليها دابا. كنزيدو داك الزهر معلقه صغيره، وكنزيدو الزبيب والعنب المجفف، كل واحد كيف كيقول لي. نتمنى تعجبكم الفكره وتنكون صايبنا مهلبيه في المنزل ديالنا، تجينا زوينه ولذيذه. تنعرفوا باش حضرناها. نديروها في هاد الجبيبنات هكا، اي حاجه عندكم كديروها او كؤوس، تنخليوها شويه تقاد الحراره ديالها وكندخلوها للثلاجه كتبرد لينا، ونتلاقى معكم في التقديم ان شاء الله. اخواني الشكل النهائي ديال المهلبيه ديالنا، خليتها حتى بردات وزينتها بهذا الشكل. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو او بلاش، نتوما اللي بغيتو. نتمنى تعجبكم مره اخرى الفكره والطريقه. والناس اللي كيبغوها تكون خفيفه يديروا غير 2 معالق ديال النشا، اللي تيبغيها شويه ثقيله
عاقده يدير فيها 3 المعالق ديال النشا. ونتمنى تعجبكم مره اخرى الفكره والطريقه وديروها في السحور ان شاء الله ديال شهر رمضان الكريم. راه زوينه وصحيه، وسميتو اللي فيها كلهم المقادير اللي فيها كلهم صحيين. وتنشكر بزاف بزاف المتابعين والمتابعات مره اخرى، وتنتمنى المزيد فضلا ليس امرا. وشكرا جزيلا، ونتلاقاو ان شاء الله في شيوه جديده من شيوات جميله امزميز. والى اللقاء. الشكل كيفاش كتجي، وتلقاو ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف.